الذي يتحدث فيه خبراء الصحة العالمية عن تدني فترة العيش في العالم إلى حدود 80 سنة، ثبت أن هناك عجوز في بلدية ميزور بولاية بجاية فقدت كل التصورات ووصلت في سنها إلى حدود 140 سنة. إنها الحاجة منصوري فاطمة أرملة حدوش، والتي تعد أكبر معمرة في الجزائر أو ربما في العالم، تتمتع بصحة جيدة وهي في كامل قواها العقلية. عاشت أغلب الحقب التاريخية التي مرت بها البلاد، وهي الآن أم وجدة لقرابة 90 فردا. الزميل حسن زيزي زار معمرة الجزائر في بيتها وعاد لنا بهذا التقرير. منصوري فاطمة أرملة حدوش، عجوز تنحدر من أعالي بلدية أميزور بولاية بجاية. إن فاطمة حسب شهادة ميلادها هي أكبر معمرة في الجزائر أو ربما في العالم بأسره، ببلوغها سن 140 سنة. تتمتع بصحة جيدة وهي في كامل قواها العقلية، وما تزال اليوم تتذكر أغلب الحقب التاريخية التي مرت بها البلاد. خدمن تموت عقيدوي خانيش عقيدين خانيش الخريفين يعود خشان نشري يشوف انتي بتيين وما تجيش قليلا نينا لو تفعل ملكتان وين متول خذت. تم تسجيل فاطمة في سجلات الحالة المدنية سنة 1891 من طرف خالها، وكان في عمرها حينها 18 سنة. اشتغلت في حياتها كقابلة، وكانت تداوي العديد من الأمراض بالطرق التقليدية، وهي الآن أم وجدة لقرابة 90 فردا. نديكوفريتيد ذاك الفيلاج الحمى صافي 8 كيلومتر du centre du chef-lieu de la commune d'Amizur, la cellule Amizur. من déplacé غردينا, on a ici comme d'habitude نخدم ce qu'on appelle une enquête. نخدم la liste des besoins ناس. On était surpris malheureusement وتسعة قلا جاي وتسعة كان بابي يعني وتسعة ني لا كارت ديدونتيتي ني الكارت كذا جلاس. صافي لا ميسيو تم زوارتنا سيتي صا. ميسيو هذا شارك الدين. ولا نفضل حنا كنقرانت الخوف العريانت المحنة نتي الواش ولاد المحني كانت هي وصوفيت للطوح الماطي. فاطمة حالة فريدة من نوعها في العالم، وهي حالة من المفروض أن يتحرك المعنيون عاجلا لتسجيلها في كتاب جينيس للأرقام القياسية. ونحن نسأل لك يا حاجة فاطمة طول العمر والصحة والعافية.